السلام عليكم ورحمة الله حبايبي في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من زمان ما عملناش فيديوهات مع بعض، معلش كان عندي ظروف. رجعنا تاني نعمل فيديوهات وهنعمل كل حاجة حلوة مع بعض ان شاء الله. وهنعمل فيديوهات متنوعة على القناة وهتشوفوا معانا كل جديد ان شاء الله. في الاول كده لو في حد بتابعني جديد، قناة الطبخ اسهل مع امل، يعمل متابعة ويعمل لايك للفيديو كده وشير عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض سردين مخلل، بس بطريقة حلوة جدا، طريقة نظيفة، طريقة جميلة هتحبيها. مش بالطريقة المعتادة اللي احنا متعودين ان احنا نعملها على طول، ان احنا نسيب السمك. احنا بنجيب السمك السردين ده بنسيبه زي ما هو كده وبنخلله في برطمان وخلاص، ده اللي احنا متعودين عليه. لا، النهاردة هنعمله بطريقة جديدة خالص وحلوة هتحبوها. انا مسكت السمك نضفته كله كده، شلت الراس بتاعته وشلت البطن بتاعته، شلت منه الراس والبطن بس، ومسكته غسلته غسلة نظيفة كده في المية. بعد كده جبت ميه كده وعصرت فيها ليمونه وحطيت فيها بتاع معلقتين 3 خل، وهبتدي ان انا احط فيها السمك اللي عندي ده. دي زي ايه، ميه كده ايه، هنقع فيها السمك، ليمون بخل. دي خطوه حلوه جدا، بتشيل الزفاره منه وبتنضفه وبتخلي قلبه ابيض وزي الفل. هحط كل السمك فيها وهنقعه شويه كده، وبعد كده هنيجي نشوف الطريقه بتاعه التخليل بتاعته. حطيت السمك كله فوق وغطسته، هسيبه بتاع نص ساعة كده فيها يشرب من المية ديت كده، تنضفه خالص وتغسله خالص، ما يبقاش فيه زفارة ولا اي حاجة خالص. وبعد كده هطلعه، هغسله كويس كده وهطلعه احط واحدة جنب واحدة. اصفيه كده واحدة جنب واحدة كده، ارصه في حاجة كده بحيث ان هو ينزل كل المية اللي فيه. طريقة حلوة جدا للسردين المخلل، هتحبوها ومش هتعملوا غيرها ان شاء الله. بغسله كده بالميه بالليمون بالخل وبطلع كل، بصوا اصلا الميه بتاعته بيضه ونضيفه ازاي، لان انا اصلا فاتحاه وغسلاه ومظبطاه. هجيب كده طبق وهجيب فيه ورق من بتاعه المناديل بتاعه المطبخ. هفرد كده على على الطبق ورق مناديل، وهاخد كده منديل وهبتدي ان انا انشف السمك بقى بتاعي كويس كده، انشف قلبه من جوه عشان مش عايزاه يبقى فيه ميه. هنشفه كده كويس وهبتدي ان انا ارصه على ورق المناديل ده، زي ما انت شايفه كده بنشف الظهر بتاعه من بره وابتدي انشف قلبه من جوه، علشان انا مش عايزاه يبقى فيه اي ميه. هعمل كل السمك بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، انشفه من بره ومن جوه وانشف قلبه كده، وارصه على على المناديل زي ما انتوا شايفين كده. بص انا عملت ايه، انا لفيت السمكه اصلا بمنديل، ببتدي ان انا الفها من بره كده بمنديل وادخل المنديل في قلبها من جوه واحطها على المناديل. ليه بقى؟ المناديل دي هتشرب لي كل الميه اللي فيها، ولو في دم ولا حاجه هتسحبه. وهوريكم السمكه. بص عملت كله بنفس الطريقه اهو، ولفيته في المناديل وحطيته. اي ميه المناديل هتشربها، اي دم، اي حاجه هتشربها، وهتخلي لك السمك ده زي الفل، ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه. بعد كده جبت كله في الطبق اهو، بعد ما نشف كده وبقى مية مية اهو، علشان نشوف هنخلله ازاي. هنجيب جنبي طبق كده وهحط الحاجات اللي انا هخلل بيها. هجيب معايا ملح من بتاع البيت عادي، وهجيب معلقه من الكركم، كركم الاصفر بتاعنا العادي اللي بنحطه على الاكل، وعندي هنا معلقتين من الشطه. والشطه ديت اختياري، هي الشطه مش حاميه يعني، انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها مش مشكله. هزود كمان شويه ملح لان هو بيحتاج ملح كتير. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها، الملح والكركم والشطة، وهبتدي ان انا احشي بيها السمك كده، احشي قلب السمك
كده زي ما انتوا عارفين ان الفسيخ او السمك اللي بنعمله سردين بيحب ايه؟ الملح كتير. هو اصلا كله عبارة عن ملح كتير. هبتدي ان انا احشي قلبه وابتدي ان انا اغرقه كله كده بالملح وارص جنبي في الطبق. هعمل كل الكمية اللي عندي بنفس الشكل كده. كل الكمية هتعمليها بنفس الشكل. طريقة حلوة جدا، ولما جربتها عجبتني، انتوا ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم انتوا كمان. بعد كده هجيب كيس كده، كيس من بتاع اللبن، كيس ابيض من بتاع اللبن اللي بنعبي فيه اللبن، وهحطه في قلب علبة، وهمسك كل السمك بتاعي ارص كده طبقة منه، وابتدي ارش طبقة ملح فوقيها، وهجيب ورقتين من اللورة وهحطهم على السمك كده، وابتدي ان انا ارص طبقة سمك تاني واحط طبقة عليها من الملح تاني. ما تخافوش، مش هيبقى حادق ولا حاجة. وبرضو ورقتين لورا وبحطهم عليها. اللورا دي حلوة جدا يعني بتشيل اي زفارة من السمك، وحلوة جدا. هرص بقية السمك اللي عندي، وبنفس الشكل برضه هحط ملح ولورا لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. هحط الملح الباقي على الوش كده، ولورا برضو. طريقة سهلة جدا جدا. هجيب ليمونة كده، هكسر ليمونة واحدة بس معايا كده، وهعصرها على الوش كده، وهحط القشر بتاعها مع السردين، ومعلقة او معلقتين زيت بس كده على الوش، مش كتير. حطيت باقي الملح اللي عندي. بعد كده هخرج كل الهواء من الكيس بالشكل ده، وابتدي ان انا اقفل الكيس في العلبة. انت عندك برطمان عايزة تحطي برطمان ماشي، مش شرط يكون العلبة. بعد كده هقفل عليه وهسيبه بقى ايه، مش هقولك هيقعد اسبوع، هما 3 ايام، 3 ايام 4 ايام. وتعالي افتحي على الفسيخ ده وشوفي بقى شكله ايه. 3 ايام 4 ايام بالكتير، وافتحي عليه. تعالي بقى شوفي كده السردين وجماله. هو اصلا بصي المية بتاعته باينة من الكيس، حمرة وجميلة. وبصي السردين بقى دايب دوب. بصي بصي بتفتحي قلب السردينة نظيفة، مفيش في قلبها اي حاجة. انت يا دوب بتشيلي الشوكة اللي في النص، وبتبتدي ان انت تاكلي السردين، ما فيهوش اي حاجة. ما بتعمليش اي حاجة غير انك بتشيلي الشوكة اللي في النص بس، لان هو اصلا متنضف. هو الراس متشالة والبطن بتاعته متشالة، فالسمكية نظيفة. بصي اهي. بصي الكركم بقى بيديله اللون الاصفر الجميل ده. يعني بدل ما تجيبي ماده صفرة من اللي بيجيبوها وتحطها عليه، لا، الكركم بيديله الماده الصفرة الجميله دي. والكركم اصلا صحي، يعني هو صحي، واحنا بنستخدمه في الاكل وبنستخدمه في كل حاجه. بصي انا يا دوب بشيل السفايه اللي في النص، وبتحطي السردينه، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، ريحته جميله، ولا ريحه زفاره
ولا اي حاجة. طريقة سهلة جدا وبسيطة، بتاكلي السردين كده تحسي ان انت فعلا بتاكلي سردين بجد. بصي هتحسي ان انت مقشرة فسيخ مش سردين. حلوة قوي ما شاء الله. وهتغطي على العلبة دي وهتحطها عندك في التلاجة، او انت هتمسكيه مثلا كله لو انت عايزة تعمليه زي ما انا عملته بالطريقة دي. هتنضفيه كله كده وهتحطيه في علبة او هتحطيه في طبق، وهتجيبي الزيت وهترشي عليه. هترش عليه كله زيت كده من على الوش، وهتغطيه وهتحطيه في التلاجة. منين ما تحبي تاكلي منه هتطلعي وتاكلي منه جاهز كده. لو انت عايزة تعملي الحركة دي في برطمان برضو مفيش مشكلة، ممكن تعمليها في برطمان، في علبة، في اي حاجة هتعمليها. ليمونة كده قطعها شرايح وحطها على الوش وحطيه عندك في التلاجة. منين ما تحبي تاكلي هتطلعيه كده جاهز وتاكلي منه على طول بألف هنا وشفا. طريقة سهلة جدا ما بتاخدش اي وقت، طريقة نظيفة حبيتها جدا. جربيها والله هتعجبك، مش هتعملي غيرها بعد كده. اصلا شكله لوحده يفتح النفس على الاكل. لو عجبتك الطريقة جربيها وقولوا لي ايه رأيك في الكومنتات. حطي لي لايك للفيديو، تابع معايا قناة الطبخ اسهل مع امل، هينزل لك حاجات جديدة ان شاء الله. وجاي شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل حاجات كتير مع بعض، وهيبقى معانا منوعات كتير على القناة ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. بصوا حلو قوي ومش حادق، رغم كمية الملح اللي انتوا شفتوني حطيتها مش حادق بالعكس. ولما بتحطي وبترش عليه رشة الزيت دي بتخلي طعمه احلى كمان، وبتخليه سهل كده. لو جيتي تقشري حتى القشرة اللي عليه من بره بتلاقيها سهلة وطالعة معاكي حلوة. بصراحة انا لو انا ممكن، ما انا مش هستنى ان انا احط العلبة في التلاجة واخد منها، لا هي يا دوب العلبة كده هقعد عليها اكلها مرة واحدة وخلاص، لان هو شكله يفتح النفس على الاكل اصلا. احلى سردين ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله تعملوا الطريقة وتعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاية كتير، والطبخ اسهل مع عمل.